ان النادي بيتدار، مش مجلس اداره اللي بيدير النادي، شخص بيدير من خارج النادي، وده معروف لدى اسماعيليه كلها. ومن داخل النادي رئيس مجلس الاداره بيخلص له اموره. مش هتهم اتهامات باطله اكتر ما هو مجلس الاداره او اعضاء مجلس الاداره هم اللي اتكلموا على المشاكل الداخليه، رغم ان انا راجل نجم من نجوم النادي واعرف معنى وقيمه النادي، واعرف النادي الاسماعيلي بيتدار ازاي، وطريقه التعامل الادارات مع اللعيبه او طريقه التفاوض معاها او تستيف الاوراق الداخليه داخل النادي. في شبهات فساد كبيره جدا اداريه وفنيه وتواطؤ كبير جدا من اللجان المعينه بالشخصيات المرموقه اللي هم بيتداروا فيها، زي ما قلت نجوم النادي الاسماعيلي، اللي بتتمثل في الكابتن علي ابو جريشه، وتتمثل كان في الوقت ده المهندس مدحت الورداني وحماده المصري وكل الشخصيات اللي موجوده الداخل حتى اللي بتشتغل معاهم.